على فكره مفيش عيد النهارده يا عم. شوف انت سويتها في عيشتنا، العيد حلو والناس كلها واخده اجازات. ده بجد مفيش عيد النهارده فعلا، لان اول يوم هو بس يوم عيد الفطر، لكن تاني يوم ده مش عيد، ده اجازه رسميه من الدوله او من الحكومه او اجازه عادي من الشغل. مش معنى ان هي اجازه تبقى عيد، لا، وانما هم عاوزين يظبطوك يعني ويريحوك، فعادي يعني. لكن العيد عندنا هو عيد الفطر يوم واحد وعيد الاضحى يوم واحد بس. اما في عيد الاضحى في 3 ايام وراه اسمهم ايام التشريق، اليوم الاول والثاني والثالث، والنبي عليه الصلاه والسلام نهى عن صيامهم. يبقى كده عندك عيد الاضحى اول يوم حرام تصومه، والثلاث ايام التشريق ما ينفعش تصومهم، وعيد الفطر اللي احنا فيه اللي هو كان امبارح ما ينفعش تصومه، لكن بعد كده ممكن تصوم تاني يوم اللي احنا بنسميه تاني يوم عيد الفطر اللي هو مش عيد اصلا. وانت اول مره تسمع المعلومه الجديده دي، عاوزك تشارك الكلمتين دول فتدلوا على الخير كفايه عشان تعرف الناس ان احنا ما ينفعش نصوم اول يوم، لكن ينفع نصوم تاني يوم لان ده مش من العيد. وهنا في سؤال مهم جدا، هل انا اصوم الست ايام البيض الاول ولا ايام العليا الاول؟ ده بقى فيديو بكره ان شاء الله، استنوني فيه، فيديو في غايه الاهميه، تسمع كلام جديد جدا نوفي. انت لسه ما صليتش على النبي يا عم الحاج؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.